غير مسؤول عن اللي هيحصل لك. يعني ايه؟ يعني كان لازم ما تعرفيش اسرار شغلي. واحدة صاحبتي شافته عندك وقالت لي. ما كانش لازم تسمعي لها مهما كانت الظروف. اخر مرة ما تزعلش مني. قولي عوضين قالك ايه؟ انا اللي قلت له، هو ما يستجراش يتكلم قدامي. طب حضرتك قلت له ايه؟ قلت له اديني ودنك. تنح وسنح وميل دماغه وسكت. طب وبعدين؟ رحت مديله كلمتين محترمين في العظم، الدمعة فرت من عينيه. يا حرام. ايه هتحن تاني يا مرزوقة ولا ناسية اللي عملوا فيكي؟ لا مش ناسية، كمل. وبعد الدمعة ما فرت من عينه عمل ايه؟ لقيته طلع فلوس من جيبه بالهبل وقال لي تحت امرك وسكت. فلوس؟ معاه فلوس؟ بالهبل يعني فلوس ياما، يعني فلوس كتيرة. وطلع الفلوس من جيبه ليه؟ قال ايه؟ عايزني اقف في صفه واجي عليكي. اللي بيجي عليا ما بيكسبش. قلت له الكلام ده، وقلت له كمان اللي سبق كل النبأ، وانت اللي جيت الاول وفهمته ان معاكي بقلبي وعقلي والقانون في صفنا. رد وقال لك ايه؟ اتبرجل اتلخبط وبقى مش عارف راسه من رجليه والخوف ملا قلبه. كتر الف خيرك. اقول لك طلع لي فلوس من جيبه تقولي لي كتر الف خيرك؟ اصرفها منين دي؟ ما انت عارف البير وغطايا سي الاستاذ زناتي. يهو ده انا استلفت القرشين دول من واحده صاحبتي. ده انا لو معايا فلوس كنت قومت محامي. ربي ايه اللي قلتيه ده؟ محامي؟ امال انا بعمل ايه؟ اسمعي، من غير ما تديني ودنك سيبيني، انا خلاص هقف في صفه، هو في صف الواد عوضين. شريف انا قلت لك ايه؟ يا ماما حاولي تفهميني ارجوكي. افهم ايه بس؟ يعني مبسوط من اللي عمل والدك؟ يا ماما انت ليه مكبره الحكايه بالشكل ده؟ لو كنت موجود في المستشفى وسمعت المرحوم والدك وهو بيتكلم ما كنتش قلت كده. مش كل الحكايه كلمتين قالهم تحت البنج، بس كان بيتكلم عن واحده تانية وانا ما اعرفهاش. عقله الباطن هو اللي خلاه يقول الكلام ده. يعني ايه؟ يعني تنسي اللي حصل بالبساطه دي يا شريف. انت بالشكل ده بتعذبي نفسك من غير داعي. انا فعلا عايشه في عذاب. لو نسيت الموضوع ده مش افضل؟ من غير ما اعرف مين هي سونا بيومي. انت بتخلقي حاله من الوهم وبتجسديها وتكبريها في عقلك، والنتيجه انك بتتعبي اعصابك من غير فايده. يعني ايه؟ يعني انا غلطانه؟ مع الاسف ومنتهى الصراحه انت فعلا غلطانه. يا ميلة بختي. وقف مطرحك واوعى تتكلم ولا حتى تتنفس ولا اسمع صوتك. مين؟ المعلم مفتاح؟